اول مره اركب قطر النوم في روسيا، وعايز اقول لكم طبعا ان القطر دوت من ايام الحرب العالميه الثانيه سنه 1945. هو القطر قديم شويه بس يلا بينا نروح نتفرج عليه مع بعض. طبعا الغرفه بتكون مكونه من 4 سراير، طبعا سريرين فوق وسريرين تحت زي ما انتم شايفين اهوت. والحاجه اللي بتستعملها في القطر طبعا لاول مره بيكون استخدامك انت الشخصي، زي الفوطه والملايه وكمان البطانيه اللي بتتغطى بيها. وتعالوا بقى اوريكم ايه اللي بيكون موجود للسرير بتاعك. اول حاجه طبعا عندك بتكون وصله الشاحن، ولو عايز تشحن طبعا تليفونك، وعندك طبعا لمبه صغيره اهوت لو انت طبعا عاوز تقرا حاجه زي كتاب مثلا او اي حاجه. وطبعا في زي ما انتم شايفين تقدر توطي الاضاءه شويه زي ما انت عايز، وتقدر تزود. والمكان الصغير اللي انتم شايفينه دوت تقدر تحط فيه الحاجه بتاعتك زي تليفونك او باسبورك او الشاحن بتاعك، الحاجات الخفيفه ديت. وعايز اقول لكم ان هو دوت شكل الاوضه اللي انت بتكون قاعد فيها. ويلا بينا نروح نشوف الحمام بتاع القطر عامل ازاي. طبعا هو ده الحمام بتاع القطر. وده يا جماعه شكل الحمام زي ما انتم شايفين، طبعا في حوض وفي شامبو طبعا وفي مناديل وفي معطر وفي كل حاجه في الحمام.